بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. لقيت بقى دعبست في التلاجة كده، وانتوا عارفين ان انا بحب الدعبسة دايما. لقيت عندي كام شوكولاتاية كده في التلاجة، فقلت هسيبهم في حالهم؟ لا، رحت مطلعة عليهم بضاية وكمان حبة لبن، يعني حوالي نص كوباية لبن حليب وكيس خميرة وكوباية ونص دقيق. هنعمل ايه؟ هنعمل النهاردة بقى معجنات حلوة كده في اول الاسبوع علشان الفطار او كمان علشان العشاء. ينفع برضو ناخده معانا لو رايحين النادي، رايحين مصيف، يعني حاجة كده اللي هي ايه، ممكن تبقى تسالي وممكن تبقى أكل مع مثلا كوباية شاي بلبن، بقى كوباية نسكافيه، كوباية شاي ما بين الوجبات. حاجة كده حلوة قوي والولاد كلهم بيحبوها. ودلوقتي بقى سعرها غالي جدا 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 بره، وهي أصلا مش مكلفة، يعني نقدر نعملها بكل بساطة. معانا كوباية ونص دقيق، حطينا عليهم معلقة سكر وذرة ملح صغيرة وحوالي 3 معالق زيت وبيضاية واحدة ونص كوباية لبن حليب دوبنا فيهم كيس باكو خميرة ده، يعني حوالي 12 جرام خميرة. ممكن نحط معلقة كبيرة لو عندنا الخميرة اللي هي العلب الكبيرة، بنحط معلقة كبيرة خميرة، أو الباكت اللي هو 11 أو 12 جرام. تمام. وهنخلط بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعض كده. هنا أنا ما حطيتش لسه خميرة، يعني أنا دوبت الخميرة في اللبن أو الحليب، زي اخواتنا كده الخلايجة ما بيقولوا حليب، احنا هنا في مصر بنقول لبن او لبن حليب عادي. في بعض البلاد العربية يعني بيقولوا ما يعرفوش ان لما احنا بنقول لبن ما يعرفوش ايه يعني ايه اللبن ده، اللي هو الحليب. تمام. دول نص كوباية حليب وعليهم الخميرة زي ما قلنا، وسبناها لما اتأكدنا ان هي متفاعلة الخميرة بتاعتنا، وبعدين نزلنا بيهم على الخليط بتاعنا. تمام. هنعجن بقى كل الكلام ده حلو. اهم حاجة في الموضوع النهاردة في العجينة بتاعتي دي، المعجنات بتاعتنا ديت العجن الكويس، لازم نعجن كويس جدا عشان احنا عايزين العجينة بتاعتنا تبقى مطاطة، لازم تبقى فيها مطة. انا بستعمل دقيق جميع الاغراض، يعني مش دقيق معين، بس اهم حاجة ان احنا نعجنها كويس. خلاص تمام، بس كده. وهنسيبها بقى تخمر كده. وادي الخميرة العجينة بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بعد ما خمرت بصوا بقى المطة بتاعتها اهي، انا عايزة المطة تبقى كده. تمام. هقسم بقى العجينة بتاعتي على جزئين 3 اللي يريحك، علشان انا هفردها. هجيب بقى عندي دقيق، يعني وانا بعجن كده لازم ابقى متأكدة ان انا عندي دقيق زيادة احتياطي على جنب، عشان لو احتاجته، سواء زودت السوائل عندي في العجينة فاحتاجه، وكمان عشان هفرد عليه مش هفرد على زيت. هاخد بقى انا قسمت العجينة قطعتين، هاخد الجزء الاولاني وهفرده كده على صينية بقى، على رخامة، على السفرة، على اي حاجة عندك. هنفرد بقى فردة حلوة كده، انا مش عايزاها تبقى رقيقة قوي، يعني مش هعملها جلاش مثلا لا، هنخليها رقيقة كده شوية، اللي هي تقريبا حوالي نص سنتي، يعني مقدار السمك بتاع العجينة بتاعتي يبقى نص سنتي. تمام. بس كده هنفضل نفرد فيها كده لحد لما نحس ان هي ايه، ونحاول واحنا بنفردها على قد ما نقدر ان احنا نعملها بشكل مستطيل، يعني نحاول نساوي كده واحنا بنفرد، نعملها بشكل مستطيل. انا هنا لقيت الصينية بتاعتي لقيتها بصراحة مضايقاني، يعني ان هي مش واسعة، العجينة بتاعتي كانت لسه محتاجة تتفرد كمان شوية، فنقلت العجينة كده عشان افردها براحتي بقى. تمام. بس وهفضل بقى افرد كده لحد لما احس ان هي خلاص كده السمك بتاعها مظبوط. تمام. وانا مش عايزاها تبقى رقيقة قوي، ومش عايزاها تبقى سميكة كمان. هحاول بقى اسوي المستطيل ده على قد ما اقدر زي ما اتفقنا. ما تسواش معايا مستطيل بالظبط، يعني هعمله انا ايه بالسكينة كده، هساوي الطروف بتاعته دي. وطبعا مش هنرمي العجينة الزيادة بتاعتنا دي خالص، هناخدها نعجنها تاني شوية. مجرد ما هنعجنها بس في ايدينا كده شوية، متقلقوش من الدقيق اللي احنا فردنا عليه. اول ما نعجنها في يعني حرارة ايدينا كده هتلاقيها لانت وبقت طرية وجميلة وزي الفل. مش هتبوظ يعني، ومش هنرمي. انتوا عارفين دلوقتي احنا بنحاول ندبر ونوفر على قد ما نقدر.
فمش هنرمي حاجة طبعا. وبعدين هقسم بقى العجينة بتاعتي كده بالشكل ده كده مثلثات، علشان ابتدي بقى الفها وهحشيها. هنقطع كده الجزئين مثلثات، هنحاول ان احنا نخليهم قد بعض، بس لو ما طلعوش معانا قد بعض مش مشكلة، ما فيهاش اي مشكلة خالص. هجيب بقى الشوكولاتة اللي عندي وهقسمها حتت صغيرة كده عشان احشي بيها العجينة بتاعتي. تمام. هاخد بقى القطعة كده وهحطها فين؟ هحطها عند الحتة العريضة بتاعت المثلث، وهلف كده هبرم بقى كده العجينة بتاعتي اهي. بصوا بقى كده، وعملنا ميني كرواسون جميل وتحفة ومحشي كمان شوكولاتة، ولا في اي مشكلة ولا في اي تعقيد خالص. يعني الموضوع سهل جدا جدا. بصوا انا بقفل الاطراف كده عشان انا بس مش عايزة الشوكولاتة بتاعتي وانا حاطة العجينة في الفرن مش عايزاها تفتح وتبهدل لي الصينية وتتحرق بقى وتبقى مش لذيذة. بصوا بقى ميني كرواسون اهو جميل وتحفة وجميل جدا. ممكن نعمله سادة وممكن نعمله محشي شوكولاتة، ممكن نحشيه اي حاجة مكسرات، ممكن نحط فيه اي اللي احنا عايزينه. مش عايزة اقول لكم بقى العجينة ما شاء الله ما شاء الله. بصوا عقبال ما خلصت الكمية كلها كان الطبق الاولاني ده بصوا زاد في الخمران كمان وبقى تحفة. بصوا الكمية ما شاء الله، من كوباية ونص دقيقة عملنا كل الكمية دي. طلعت لنا كمية ما شاء الله. يعني دلوقتي الباكت ب5 جنيه فيه 3 وحدات بالظبط. فعدوا بقى انتوا كام فيه كام 5 جنيه، وفرنا كام 5 جنيه دلوقتي، وبإمكانيات كلها بسيطة وعلى قد ايدينا وموجودة في البيت، ما تكلفناش اي حاجة خالص. ولو حسبنا التكلفة مش هنلاقيها تعدي 10 جنيه او 15 جنيه. لو حسبنا مثلا الحليب، الخميرة، الدقيق، ال3 معالق الزيت، الكلام ده كله مش هيتكلف حاجة يعني. وعملنا ما شاء الله كمية حلوة جدا تنفع بقى في فطار، تنفع زي ما قلنا كده ناخدها على نادي، ناخدها على البحر. طبعا على البحر الولاد بيطلعوا من المية بيبقوا عايزين اي حاجة مسكرة كده وتبقى سهلة كمان عليهم. فهيبقى حلو قوي لما الولد ياخد واحدة كده ويطلع بيها، يطلع من المية يعني ياخد واحدة. وفي الصينية بتاعتنا اهي دهناها بس زيت، عشان دهنة الزيت ديت في الصينية اللي احنا هنسوي فيها بتدي للمعجنات من تحت كده، بتاخد اللون الحلو الذهبي ده اللي احنا بنبقى عايزين المعجنات بتاعتنا تاخده. فدهناها كده دهنة حلوة خفيفة كده، وهنرص بقى الكمية كلها اللي احنا عملناها مع بعض ونحطها في الفرن. طبعا احنا مولعين الفرن بتاعنا، يعني الفرن بتاعنا سخن تقريبا على درجة حرارة 180 او 200، ومشغلينه من قبلها كده بشوية. وهنحط بقى الصينية بتاعتنا في الرف الوسطاني، مش هنحطها من تحت ومن فوق، لان بصوا انا بصراحة يعني اخد معايا لون اغمق شوية. يعني انا كنت حابة ان هو يبقى لونه فاتح كده، ففي جزء اخد مني اغمق شوية. فنخلي بالنا واحنا مولعين الفرن، يعني الشواية لما يستوي من تحت هنولع الشواية او هنولع الاتنين مع بعض، بس نخلي بالنا دايما تبقى عينينا عليه عشان ما يغمقش مننا. بس مش عايزة اقول لكم بجد ما شاء الله العجينة تحفة تحفة، هشة وخفيفة وطرية. وكمان بصوا لما عملناه من جوه مفرغ كده وجميل، ولما سبناه كمان واحنا بنعمله خمر بزيادة، فبقى ما شاء الله رقيق خالص من جوه. بصوا بقى العجينة ما شاء الله. بصوا فردتها طبعا حسب ما احنا نفردها، عشان كده بقول لكم مش عايزينها تبقى سميكة ولا رقيقة قوي عشان ما تتفرفتش معانا بسهولة. بصوا كده سمكها حلو قوي قوي قوي. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم كده وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واتمنى تفرحوني بكومنت حلو كده ان شاء الله، وتقولوا لي طمنوني ان انتوا جربتوه وعجبكم. ما تنسوش لايك وشير، ولو ما اشتركتوش تفعلوا زر الجرس كمان واعملوا اشتراك. و اتمنى كده ان شاء الله من كل قلبي اني اقدر افيدكم على قد ما اقدر. انا بصراحه انا ما قدرتش استنى، يعني عملت كوبايه شاي بحليب كده وبدات بقى ادوق بقى الطعم الحلو جدا جدا جدا. مش عايزه اقول لكم بجد تحفه ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي، وانا واثقه انه هيعجبكم، ووصفه سهله وحلوه ومش مكلفه خالص زي ما عودتكم دايما. مواصفاتي كلها اقتصاديه. واسفه على الصوت اللي طلع في الفيديو كده، دي استاذه نوني
هي قاعدة معايا اهي بتمسي عليكم وبتقول لكم بقى ما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.